مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فكرة لبكرة. فكرة لبكرة تقدم فكرة لتطوير وزارة الثقافة. وزارة الثقافة من أكثر الوزارات المتهمة كثيرا بالتقصير، سواء كان في الجانب الإداري أو الجانب الإبداعي على مستوى الجمهورية، على الرغم من أن لها دور خطير ولها كل الفروع داخل المحافظات والمراكز وقصور الثقافة. مهندس محمد عبد الوهاب يقدم لنا هذه الفكرة. أهلا بك يا باشمهندس. يا وسهلا فندم. يا اهلا وسهلا. باشمهندس، يمكن فكرة لتطوير وزارة الثقافة وربطها إلكترونيا، كيف يتم تطبيقها؟ هو احنا هنربط من خلال الشبكة الحكومية اللي احنا هنعملها، يكون في شبكة مستقلة بوزارة الثقافة، هنربط بها جميع أصول الثقافة كلها ببعض. إذا كان في مسارح تبع لها برضه هنربطها، وممكن برضه من خلال الجمعيات الأهلية اللي فيها مسارح ممكن نربط برضه الجمعيات دي ونتابع الأعمال اللي عليها وتتعرض على الشبكة باستمرار. يعني تحويل كل نظام الإلكتروني وتحويل يعني كل الموظفين إلى أفراد عاملين على شبكة. يعني معنى كده إن احنا محتاجين أجهزة كمبيوتر على مستوى يعني الجمهورية في داخل وزارة الثقافة، محتاجين كمان سيستم يربط الوزارة. هنحتاج سيرفر وهنحتاج أجهزة كمبيوتر في كل مركز ثقافة، ودي الحاجات دي متوفرة، وهنصمم برنامج خاص مش مهندس، حضرتك بتتكلم بكل بساطة ان هي متوفرة، يعني على الرغم من انها هتتكلف ملايين وتدريب الموظفين هيتكلف ملايين، والممكن يعني احد المسؤولين يقول طب وزارة الثقافة يعني فيها اجزاء كثيرة ادارية غير محتاجين ليها. طيب احنا مثلا حضرتك بتقول ان التكلفه كبيره. طب انا عندي ريسيفر موجود، لكن توظيفه ان انا بعمل بعض المواقع بحط عليهم، المواقع دي مفيش حد بيخش عليها ولا اي حاجه خالص، فانا في غنى عن المواقع دي، ولا لما احتاج اعمل موقع اعمل موقع واحد او اتنين، وباقي الريسيفر او السيرفر هصمم عليه برامج خاصه هربط عن طريقها مراكز الثقافه الموجوده بالجمهوريه كلها. ولو في مركز في اي مكان في العالم تاني عاوز ان انا هربطه برضه عن طريق السيرفر ده. سيرفر خاص بوزاره الثقافه لوحدها ولا ده يكون معمم؟ لا هيكون خاص بوزاره الثقافه لوحدها، وهيكون مربوط اساسا بالشبكه اللي هتدير الحكومه كلها بالكامل. واذا كان في حاجه قريب من مسمى الحكومه الالكترونيه، هيكون قريب منه، بس الشغل هيكون مختلف لان كل وزاره لها سياسه تشغيل خاصه بيها، فاحنا بنعمل نظام التشغيل الالكتروني حسب وظيفه الوزاره وحسب السياسه اللي ماشيه بيها وحسب طبيعه عمل كل موظف. اعتقد كمان يعني هيئه الكتاب هتكون محتاجاه جدا، المركز القومي للترجمه، لانهم بيعتمدوا على يعني سواء كانت على عناوين او على مؤلفين، ده هيسهل لنا حركه النشر تقريبا. طبعا هيسهل كل حاجه، واذا كان في حاجه مثلا من بره ممكن انا استعين بيها وادرجها وسط البرامج اللي انا بعرضها واعرضها مباشره، فحاجات كلها سهله وبسيطه مش صعبه يعني. واذا كان في فريق العمل موجود، لكن هو ما بيشتغلش الوظيفه المفروض اللي هو اتعلمها في الكليه. ده فريق العمل متواجد داخل الوزاره ولا حضرتك تستعين بيه من الخارج؟ في داخل وزاره الثقافه موجودين، وفي وزاره تانية، وفي وزاره الاتصالات ناس قاعده متخصصه ما بتشتغلش، يعني الناس دي احنا ناخدها وهنبدا نشتغل بيها. هل المشروع يعني تقدمت بيه للحكومه ولا ما زال قيد الدراسه؟ لا، المشروع ده برضو من ضمن الحاجات اللي احنا عرضناها من 2005 ولغايه دلوقتي برضو ما فيش اي اهتمام بيه. واذا كان في حد بيطرح فكره ولا حاجه، هو بيطرح فكره صغيره، ويعني زي العمل الالكتروني اللي هم بيتكلموا عليه، احنا بنتكلم عن شبكه هتدير الحكومه بالكامل، بما فيها وزاره الثقافه وبما فيها رئاسه الجمهوريه. كل ما هو تحت رئيس الجمهوريه الكمبيوتر هو اللي هيقوم باعماله، لكن بيتطلب ان احنا نعرف وظيفه كل شخص او كل موظف عشان نعمل برامج خاص بيه ونعمل برنامج ذكاء اصطناعي يقدر يقوم بعمله. المفروض المبالغ اللي هتوفر من خلال هذا المشروع سواء كانت للحكومه او لوزاره الثقافه؟ لا، هي المبالغ كبيره جدا طبعا بحاجه زي دي. هو يعني هو مش هنصرف غير مرتبات، والمرتبات كده بتصرف بالنسبه للموظفين وهم مش شغالينها، لكن العائد اللي هيجي فهيوفر حاجات كتير. اذا كنت مثلا انا بجيب حاجه من بره بصرف عليها 1000، فهكون هي موجوده عندي مسجله عندي، فمش هحتاج ان انا اشتريها. يعني يمكن وزارة الثقافة بالذات لها طبيعة خاصة، لأنها لديها مؤتمرات يعني تعتمد على مؤتمرات، سواء كانت مؤتمر الرواية مؤتمر الشعر، فكلها مؤتمرات يعني سنوية، أو إذا كان عندها مؤتمرات شهرية ولجان، فاللجان صعب برضو جدولتها بهذا النظام.
لا هو يعني اللجان دي تعتبر برضو موظفين، احنا نعرف طبيعه شغلهم بالظبط ونبدا. هي لجان سواء كانت من الاساتذه او المثقفين الكبار، سواء كانت لجان الشعر او لجان الثقافه او لجان العماره، فصعب ادراجهم ضمن هذه المنظومه. لا هو هتكون مثلا نفترض مثلا ان في قاعه بيتعمل عليها اختبارات ولا حاجه لاي شخص ما، واللجنه دي موجوده، بيكون في جهاز كمبيوتر موجود قدامه، هو بناء عليه بيحدد المستوى اللي هو بتاع الشخص اللي قدامه. هو نحن نتحدث عن اللجان الدراسات، سواء كانت لجنه عماره او لجان اللي بتقيم ندوات، فده يعني هنخلي يعني انا اقصد ان ده هيكون مدرج تبع وزاره الثقافه ايضا. طبعا كل ما يخص وزاره الثقافه هيتم ربطه وهيتعمل عمل الكتروني، هيتحول لعمل الكتروني، واي موظف هيكون بوزاره الثقافه ده هيكون مجرد مراقب على الشبكه، مش هيسمح له باللعب في اي حاجه، بخلاف اذا كان في معدين ومخرجين ده لهم شغل خاص واستثناءات خاصه، يعني هيتعمل جهاز لهم عامل زي جهاز التابلت، ده هيساعده في الاخراج، هيشوف مثلا في مخرج عمل نفس البرنامج او برنامج قريب منه. حضرتك بتتحدث عن وزاره الثقافه، تقصد يعني البرامج اللي تقام داخل الأوبرا أو إذا كان هناك يعني مسارح أو غيرها من الأعمال؟ بالظبط، إذا كان في الأوبرا ولا حاجة بيستعين ببعض المخرجين عن طريق التابلت، هيكون مربوط بالشبكة وهيقترح عليه اقتراحات، وهو هيشوف الأنسب له في البرنامج ويعرضه مباشرة، يعني مجرد ما هو يضغط بس على الشاشة هيعرض له البرنامج اللي هو عاوزه أو الحاجة اللي هو عاوزها. طيب هل هناك يعني فكرة أخرى لإدارة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية؟ احنا ممكن نعمل الكاميرات دي تاخد بصمة الوجه، اذا كان في مسرح بيتعمل في جمهور قاعد، احيانا بتحصل في مشاغبات خارج القصر الثقافة او المسرح وداخل القصر. الكاميرات دي هتاخد بصمة الوجه، بعد كده اذا خرج في اي مكان في كاميرات ممكن تكون موجودة في الشارع او في المطار، بمجرد الكاميرا ما هتلمح وجهه هترسل رسالة للضابط اللي موجود في اقرب مكان، وهتحدد مكان الشخص هو موجود فين، وهيتم ضبطه وارسال الملف الخاص اللي هو اذا كان شاغب هيرسل له الملف اللي هو شاغب بيه، ويقوم الضابط فتح تحقيق معاه. ده كمان ممكن يعني يوفر لنا بعض السرقات، يعني السرقات التي حدثت داخل يعني متحف الفن الحديث وغيرها، ممكن ده يحمينا فيما بعد، رغم ان كان موجود فيه فعلا كاميرات مراقبه يا باشمهندس. لا الكاميرات دي هتاخد بصمه الوجه، الكاميرات اللي موجوده دي مجرد كاميرات بتسجل بس مين اللي داخل واللي خارج، لكن الكاميرات دي كاميرات حديثه هتاخد بصمه الوش نفسه، فهي دي عن طريق بصمه الوجه لما يجي يخرج الانسان اللي عمل فعل مش كويس هتلمح وتاخد بصمته وهتحدد مكانه هو موجود فين، وهترسل لاقرب ضابط موجود في المكان ده او في المنطقه. حضرتك كمان ده ممكن يسهل الاجتماعات، خاصه ان وزاره الثقافه يعني لديها عدد من المؤسسات خارج مصر مثل اكاديميه روما، فده ممكن يسهل عدد الاجتماعات. طبعا ممكن ان ربط اكاديميه روما بوزاره الثقافه هنا، واذا كان في اي حاجه بتتعمل ممكن تتعرض مباشره على المسؤولين، واذا كان في ملحوظات ولا حاجه المسؤول بيرسلها عن طريق الشبكه في الحال، ما بتاخدش وقت، في الحال ساعتها للجنه او الناس اللي موجوده هناك في الاكاديميه. مده المشروع اللي ممكن نشوف بعدها المشروع يعني طلع للنور قد ايه؟ في خلال 6 شهور ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة من فكرة لبكرة لنقدم لكم فكرة لتطوير وزارة الثقافة وتحويلها للربط الإلكتروني التام. شكرا لكم، غدا فكرة جديدة، إلى اللقاء.